النقرس بيحصل لما اليوريك اسيد يبدا يزيد في الدم وبعد كده يبدا يترسب على هيئه كريستالات، والكريستالات دي بتترسب على المفاصل واهمها مفصل الصباع الكبير وكعب الرجل، فيبدا يظهر التهابات عباره عن الم، عباره عن تورمات، وعباره عن سخونه. بس قبل ما اقول لك كده العلاج التغذوي للنقرس وازاي هنتعامل معاه بالاكل، يا ريت تعمل لنا لايك، تعمل لنا شير، وتتفاعل كده وتكتب لنا كومنتات بالاسئله بتاعتك، لان تفاعلكم مهم جدا بالنسبه لنا. اول حاجه، في حاجه موجوده في الاكل اسمها البيورين، والبيورين دي الجسم بيبدا يحولها جوه الجسم الى اليوريك اسيد، بعد كده تبدا تحول الكريستالات وترسب. فالاكلات اللي هي عاليه في البيورين دي احنا بنمنعها بشكل كبير. طب هي ايه اهمها؟ طبعا اللي هي لحوم الاعضاء، اللي هي حاجه زي الكبد والقوانص والكرشه والحاجات دي كلها. بعض انواع الاسماك زي السردين وزي السلمون وزي الرنجه، برضو دي حاجات عاليه البيورين، فدي بنمنعها خالص في الاكل بتاعنا. كمان الحاجة مهمة جدا الناس ما بتاخدش بالها منها، وهو الفركتوز، وخصوصا الفركتوز الصناعي اللي موجود في المشروبات الغازية، موجود في العصائر المصنعة، وكمان عصائر الفاكهة اللي موجودة بشكل طبيعي. العصائر الفاكهة الطبيعي بتحتوي برضه على نسبة عالية من الفركتوز، ممكن تعمل لنا مشاكل وتتحول جوه الجسم اليوريك اسيد وتعمل لنا مشاكل في النقرس. كمان من الحاجات المهمة اللي انا اخدها باعتدال هي طبعا اللحوم الحمراء، كفاية مرتين او في الشهر. كمان اللحوم كمان بشكل عام هعتمد على البروتين بشكل اساسي من البيض ومن منتجات الالبان، والبقوليات هاخدها باعتدال، لان البقوليات ما تعملش نفس المشكله بتاعت اللحوم الحمراء ولحوم الاعضاء، لكن برضو لو اخدتها بافراط ممكن تعمل لي مشاكل على اليوريك اسيد وعلى النقرس. طيب ايه هي الاكلات اللي ابدا احافظ عليها علشان تقلل معايا من اعراض النقرس؟ الاكلات اللي بتحتوي على فيتامين سي بكميات كبيره، ومنها طبعا الخضار زي الفلفل الالوان والفلفل الاخضر، السيترس فروت اللي هي زي البرتقال وزي الليمون. الحاجات دي كلها بتحتوي على فيتامين سي، وفيتامين سي مهم جدا عشان يقلل من ترسبات اليوريك اسيد ويقلل من النقرس. كمان مهم جدا ان انا اشرب ميه بكميات كافيه، لازم اشرب ميه كويس جدا علشان اساعد الكليه واساعد الجسم ان هو يتخلص من اليوريك اسيد. كمان حاجه مهمه جدا بتساعد على التخلص من اليوريك اسيد الزياده وبتقلل من اعراض النقرس، وهي القهوه. بس خلي بالك بقى في نقطه القهوه ديت، ان انت لو مش متعود تشرب القهوه وبدات تشرب القهوه وتزود من كميات القهوه، ممكن يزود من نوبات النقرس في الاول. لكن لو انت بتشرب القهوه حاول تحافظ على المعدلات المناسبه من القهوه 3 او 4 مرات في اليوم، ده هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تقلل اليوريك اسيد وتقلل من اعراض النقرس، ودي حاجه مفيده جدا. كمان الشاي بيتاخد باعتدال، لو اتاخد باعتدال ما بيسببش اي مشاكل زي ما احنا فاكرين. مع شرب الميه مع الحاجات اللي قلنا عليها في الاكل هتلاقي ان نوبات النقرس بتعدي، مع طبعا العلاجات اللي الدكتور وصفها لك. دمتم سالمين وبصحه، سلام عليكم.